السلام عليكم. مساء الخير على الجميع. طبعا اغلب اللاجئين بيزعلوا مننا من ان الشعب المصري بيدافع عن بلده وبيدافع عن ارضه. الشعب المصري لما بيطالب ان اللي يقعد على ارضه يقعد قانوني ويقعد نظامي، سواء لاجئ سوري، سواء لاجئ سوداني، سواء لاجئ من اي دوله. احنا ما خصناش جنسيه بعينها، ولكن اللي خصناهم جنسيه بعينهم اللي هم السودانيين والسوريين، لان هم اللي ظهروا على السطح في شتيمتهم في اللايفات وان هم بيعملوا فيديوهات مسيئه لمصر واهلها. ده اللي خلى الموضوع ظهر على السطح. ولكن احنا نقول الحمد لله، يعني هي سبحان الله جت رب ضارة نافعة. يعني هم ضروا نفسهم ونفعونا احنا كشعب مصري. ليه؟ لان المشكله ديت كانت مخفيه، ما كان حد يدري عنها. وسبحان الله لولا فضل الله، سبحان ان هم طلعوا يشتموا ويسيئوا لمصر، ما كانش الموضوع ظهر ولا كان حد يدري باي حاجه. ولكن سبحان الله رب ضارة نافعة. دي واحد. الحاجه الثانيه، احنا لما بنتكلم عن موضوع ان اللي يقعد على ارض مصر يقعد نظامي وقانوني، ده لمصلحه الجميع، لمصلحة الشعب المصري ولمصلحة المقيمين النظاميين على أرض مصر. يا أخي افرض الرجال ده عمل مشكلة ولا عمل بلوى، كيف نعرف؟ أو كيف الدولة يبقى عندها علم لو هو مات على أرضها ولا حصل له شيء؟ كيف ده ما دخلش البلد نظامي، دخل البلد تهريب؟ طيب هنعرفه ازاي؟ فديت عليها يعني الشغل القانوني والشغل النظامي بيريح الدولة وبيريح أهل البلد وبيريح المقيمين على أرض البلد. فبالتالي يعني اللي يزعل بقى يبقى ده واحد جاي البلد غير نظامي وغير قانوني وجاي تهريب، وهو في الأصل مطلوب من دولته. فعلشان كده تلاقيه يدخل على الكومنتات يشتم ويكتب كلام ما له داعي. ولكن احنا نطول بالنا، وهي خلاص الحمد لله المسألة قربت على النهاية، وإن شاء الله إن البلد يعني تترتب واللي يبقى على أرضها نظاميين. وأهلا وسهلا بالجميع اللي هيفيد البلد ويفيد الدولة المصرية، أهلا وسهلا به. أما اللي يجي يأذينا ويضرنا الله لا يرده، لا عايزين نشوف وجهه. هتيجي تأذيني وتيجي تأذي بلدي ليه؟ بناقصك خالص. فالحمد لله ان الامور ان شاء الله ان الامور على خير. وبنحب بس نطمن الجميع ان شاء الله في بوادر خير من الدولة. وصوتك وصل يا شعب مصر، صوتك وصل للرئاسة، صوتك وصل للحكومة. ولا تستقل بنفسك ولا تستقل بصوتك تقول انا هعمل ايه. لا، صوتك وصل بالشكل الرسمي والشكل القانوني والشكل اللي هو يليق بنا كشعب مصر. واتمنى ان صوتنا يكون الحمد لله ان احنا نكون حظينا بقبول عند الناس، وان رسالتنا وصلت. ونسال الله التوفيق للجميع. وتحياتي لكل المتابعين لي والمتابعين قناتي، واشكركم على دعمكم وعلى وقفتكم مع بلدكم. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.